طالما يا رزان يا حبيبتي بتحبيه ليه عاملة في نفسك كده؟ ليه معذبة نفسك ومعذباه يا بنتي؟ رزان وهي بتفرك ايديها بتوتر وبتحاول تمنع نزول دموعها: يا طنط انا لسه ما فقتش من وفاة فاطمة، مش قادرة اتقبل اي تغيير في حياتي، مش قادرة اتعايش. وحضرتك جاية تقوليلي اتجوزي اللي قتل بنت عمك تاني يا رزان؟ تاني؟ قلتلك 100 مرة رحيم مش هو اللي قتل فاطمة. رزان بعد ما سمحت لدموعها بالنزول: امال مين اللي قتلها يا طنط؟ مين اللي كانت بتحبه وهو بقلب بارد ما يعرفش الرحمة بهدلها؟ ماتت بحسرتها على ايام عاشتها مع واحد زيه. طيب سيبك من رحيم دلوقتي. آسر ابن فاطمة محتاج حد يعوض مكان مامته ولا ايه؟ رزان بحدة: محدش يعرف يعوض مكان فاطمة يا طنط، حتى انا. ارجوك يا رزان، رحيم محتاج لك هو وآسر. رزان بدموع: انا مش هرجع يا طنط، مش هرجع. انا بحب رحيم وبحب تفاصيل رحيم كلها، لكنه كسر قلب فاطمة، ماتت من حزنها على فراقه، وجعها قوي. انا لو كنت اعرف انها بتحبه كنت انسحبت خالص والله. مش هنقعد نعيط على اللبن المسكوب يا رزان، اللي حصل حصل، ورحيم محتاجلك. انتي دوا رحيم، وآسر محتاج فكري يا بنتي، رحيم متبهدل على الاخر، هو اللي مبهدل نفسه. فكري يا رزان وخلي في علمك حالة رحيم بتسوء يوم عن يوم. عن إذنك طبعا، مش محتاجة أقولك، بلغيني بقرارك. وخدت صفاء شنطتها، فقامت رزان ووصلتها للباب، وبعدها رجعت أوضتها، قعدت على السرير وبدأت تعيط. وصلت صفاء الفيلا اللي قاعدين فيها، لقت آسر بيلعب مع مريم. أمال رحيم فين يا مريم؟ رحيم في أوضته، ما راحش الشركة النهاردة. وانتي ما طلعتيش تسألي عليه؟ طلعت خبطت عليه زعقلي فانسحبت، انا مش قده. خلي بالك من آسر، انا هطلع اشوفه. وفعلا طلعت صفاء اوضه رحيم وخبطت على الباب: افتح يا رحيم، يا رحيم افتح، اللي بتعمله ده غلط. بدون اي رد من رحيم طلع من اوضته وكان لابس نضارته، واتكلم بكبرياء وجمود كأن شيء لم يكن: ايه يا ماما، في ايه؟ صفاء بصدمة: انت كويس يا ابني؟ وهو في حاجة ممكن تخليني مش كويس؟ على العموم انا رايح الشركة، غيرت قراري، مش فايق لأي كلام يا امي، عن اذنك. ونزل رحيم من على السلم تحت نظرات صفاء المصدومة. هي مصدومة ان ازاي انسان ممكن يعيش في تقلبات مزاجية، شوية مكتئب وشوية بارد. اول ما نزل رحيم جري عليه آسر باشتياق: بابا حبيبي انت وحشتني، انا زعلان منك عشان مش بتلعب معايا. رحيم بحنان: وانت كمان وحشتني يا قلب بابا، معلش يا قصورة، انا بس مضغوط في الشغل شوية. طيب فين ماما؟ هي تلعب معايا على ما انت تخلص شغل. تيتا بتقولي انها راحت مكان بعيد، انا عايزة اروح انا كمان ليها المكان ده، لانها وحشاني قوي، فطومتي ما كانتش بتغيب عني كتير كده. رحيم وهو بيعض شفايفه بغضب: هي راحت مكان بعيد قوي، جميل جدا، محدش يا آسر يقدر يروحه الا لما ربنا يأذن، وانت ربنا ما اذنش ليك انك تروح دلوقتي. انا مش فاهم حاجة يا رحيم. رحيم ابتسم وهو مشتاق لعيلته الصغيرة اللي كانت مكونة من ابنه ومراته، اشتاق لهزارهم وضحكهم، اشتاق انه يسمع كلمة رحيم من بق ابنه زي ما كانت فاطمة معلماه، لكنه معرفش قيمتها غير بعد ما سابته. قال رحيم لآسر: خلي تيتا او مريم يفهموكي الصورة، لاني متأخر وعندي شغل. تعالى بدري عشان نلعب سوا. حاضر يا حبيبي. ومشي رحيم بكثرة. أما آسر فكمل لعبه وهو مشتاق لمامته. ومريم وصفاء كانوا بيلعبوا مع آسر عشان ينسوه فراق أمه. عند رزان طلعت رزان من أوضتها، وكانت لابسة فستان أسود طويل وعاملة شعرها ديل حصان. ليلى قالت لها: رايحة فين يا رزان؟ رايحة العيادة يا ماما، أنا مش هقعد كده كتير. رزان يا حبيبتي، ما ينفعش كده، اللي انتي بتعمليه في نفسك غلط، ما تشيليش نفسك ذنب موت فاطمة. رزان بكثرة وهي بتحاول تحط ايديها على وشها عشان تنسى الذكريات اللي بتهاجمها: بعد اذنك يا ماما، انا مش عايزة اتكلم حاليا في اي حاجة. ومشيت رزان جسد بلا روح. واول ما قفلت الباب جريت ليلى ورنت على صفاء. عند رحيم في الشركة كان قاعد على مكتبه: كريم، انا مش فايق لهزارك البايخ ده. في ايه يا رحيم؟ اضحك للدنيا تضحك لك يا راجل. والله عيش مبسوط يا رحيم، فوض امرك لربنا وانسى وتخطى. مش هنقف على ابواب البشر كتير، ناس كتيرة محتاجالك، ابنك ومامتك واختك. ربنا يسهل يا كريم، ربنا يسهل. عملت ايه مع عمران العزيزي؟ كريم وهو بيبلع ريقه:
مش موافق يا رحيم، ومستحلف لك انك لو ما تصرفتش هيهد الدنيا فوق دماغك. رحيم ببرود: يعمل اللي يعمله يا كريم، انا مش شاغلني حاجة. لا يا رحيم، لازم يشغلك. عمران مش سهل، والطريق ده اخره خساير هتهدك. اتصرف معاه، لازم تتصرف. مش هرجع للقرف ده تاني يا كريم. انا خلاص مش عايز حاجة غير اني اربي ابني واكبره وبس. انت كده هتورط عمران مع ناس ما بترحمش. ابن حلال ويستاهل، خليه يدوق شوية من نفس الكاس اللي سقى بيه غيره. لكن التجارة دي انا مش هرجع لها حتى لو على موتي. ربنا معاك يا صاحبي، انا رايح اشوف ورانا ايه. عند ليلى. ادخلي يا صفاء يا حبيبتي، عاملة ايه كده؟ ما جبتيش معاكي آسر ليه؟ الحمد لله يا قلبي، انتي عاملة ايه؟ والله انا خفت اجيب آسر يقول لباباه. آسر فظيع. طبعا انت هتقولي لي ما بيتبلش في بقه فولة. المهم يا ليلى، دلوقتي رزان عاملة ايه؟ الحمد لله، هي كويسة إلى حد ما. مش بتطلع من الأوضة والله وتعبانة. هي شايفة إنها سبب موت فاطمة. سبحان الله، بتتعدد الأسباب والموت واحد. فاطمة ده عمرها كانت هتموت، يعني هتموت. وبعدين رزان متعلمة ومثقفة، المفروض تكون واعية، يعني مش كده؟ هي عارفة، بس كونها سبب موتها ده مأثر فيها قوي. يعني هي كانت بإيديها القلب وما يريد. وبعدين رحيم كان بيحب رزان من قبل ما يتجوز فاطمة الله يرحمها. المهم اللي حصل حصل، ورحيم حب رزان واتجوز فاطمة، وده غباء من ابني. المهم يا ليلى، عايزين نجمعهم مع بعض. رزان بتحب رحيم، ورحيم بيحب رزان، يبقى فين المشكلة؟ استحالة رزان توافق يا صفاء. رزان عنيدة، مش هتاخد مكان فاطمة، بس ده مكانها الأساسي في قلب رحيم يا ليلى. طيب وهنجمعهم ازاي بس؟ احنا مش هنعمل حاجة، رحيم هو اللي هيعمل كل حاجة يا ليلى. احنا دورنا بس ان احنا نجمعهم في مكان واحد، زي مثلا كافيه، وهم يفتكروها صدفة. فهمتي؟ طبعا فهمتك. بصي بقى هنعمل ايه. عند رزان في العيادة. دخلي يا هند اخر حالة. عيوناتي يا ريزو. خرجت هند، وبعد دقايق دخلت بنت بتعيط برعب. اهدي يا حبيبتي، مفيش حاجة مستاهلة. انا اسمي سلمى. من غير مقدمات، انا تعبانة قوي. وزادت سلمى في العياط. قامت رزان واديتها منديل عشان تهدى. انا دوري كدكتورة نفسية اساعدك. اهدي كده عشان نعرف نتكلم وتحكيلي ايه اللي حصل معاكي. سلمى وهي بتمسح دموعها وبشهقات بسيطة: أنا من عيلة كويسة ماديا. أنا مهندسة في شركة كبيرة. حبيت صاحبها جدا جدا، وبعدها اكتشفت إنه متجوز. هو أنتي بلغتيه بحبك ولا هو كان بيلعب عليكي؟ لا أبدا، أنا ما عرفتش حد، حبيته مع نفسي وبس. عارفة إنه غلط إني أزعل، لأنه مش من نصيبي، لكن شيء صعب قوي لما تحب حد وما تعرفش حتى تتكلم معاه. مش قادر تطمن عليه بدون تقييد، مش قادر تحضنه، نفسك تحكي له عن نفسك ومشاعرك ومش عارف. صعب تشتاق لحد وانت اصلا مش عارف تشوفه عشان تخمد نار شوقك ليه. فهمتيني؟ رزان بسرحان: فهماكي. احساس صعب طبعا انك تحب حد وفي نفس الوقت مش عارفة تحبيه. بص يا سلمى، الدنيا ممر، عشان نوصل للآخرة انتي مهمتك في الدنيا انك تعلقي قلبك بحب الله، مش بحب حد تاني. ربنا الوحيد اللي هيساعدك وهينجدك وهيقومك. كل ما هتشتاقي لربنا هتلاقيه. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ما تعلميش فين الخير، يمكن الخير في مكان تاني خالص، مش مع صاحب الشركة. اتحكمي في مشاعرك، ما تخليهاش توصلك للمهالك. ازاي طيب اتحكم في نفسي؟ بالطاعة، بالصلاة، بالأذكار، من الآخر بالقرب من الله. عشان لو حبيتي ربنا بجد هيحبك ومش هيعلق قلبك بغيره. سلمى بارتياح: شكرا لحضرتك يا دكتورة. صحيح يا سلمى، ممكن تغيري الشركة، اتجنبي رؤية الشاب ده، ده أفضل ليكي وأريح. شكرا بجد، كلامك ريحني جدا. رزان بابتسامة: ده واجبي يا قمر، هستناكي الجلسة الجاية إن شاء الله. وحاولي تمارسي هوايات أو أي حاجة تشغلك من الآخر. إن شاء الله. خرجت سلمى من الأوضة ورجعت رزان ظهرها للكرسي، وافتكرت ذكريات بتحاربها كل ليلة. فلاش باك: كانت رزان ماشية على الشاطئ ومعاها رحيم.
الايس كريم طعمه تحفة يا رحيم، بجد الفراولة ساقعة وجامدة. بعيدا عن ان مفيش حد عاقل ياكل ايس كريم في الشتاء، بس الايس كريم حلو عشان انتي اللي بتاكليه. اولا الايس كريم مش بيتاكل غير في الشتاء، طعمه بيكون مختلف وجامد. ثانيا بقى شكرا، ربنا يخليك لمصر. يخرب بيت رومانسيتك يا بت. امال ده انا هبهرك يا رحيمو. رحيم الله يخليك، تعالى ننزل البحر شكله تحفة. انت هبلة، الدنيا تلج واحنا مش لابسين مايوهات. هننزل كده يا رحيم وعشان خاطري. يلا يا اخرة صبري. هيه. ونزل رزان ورحيم البحر، وكانوا بياكلوا الايس كريم وهم في البحر، وسط صدمة من كل اللي كانوا موجودين. بحبك يا مجنونة قلبي. بحبك يا رحيمي. باك. فاقت رزان على رنة تليفونها، لقت عيونها مليانة دموع، مش عارفة ايه اللي وصل بيهم لكده. ردت رزان على التليفون وهي بتحاول تخلي صوتها طبيعي عشان ما تتكشفش انها كانت بتعيط. ايوه يا ماما. ليلى بتعب. بنتي يا رزان، انا تعبانه، رحت كافيه وضغطي عالي عشان كنت بتخانق. بتتخانقي مع مين يا امي؟ انا جايه حالا، قوليلي اسم الكافيه. اما عند رحيم اللي كان قاعد في مكتبه في الشركه وغرقان في وسط الشغل، وفجاه رن موبايله. قالوا يا ماما عامله ايه؟ الحقني يا رحيم، طلعت انا ومريم وآسر رحنا كافيه عشان نخرج آسر ونفسحه. وبعدين صفاء وهي بتبلع ريقها، آسر مش لاقيينه، تاه مننا ومريم بتدور عليه. رحيم بغضب، ازاي يعني يا ماما ما تاخدوش بالكم منه؟ هي دي الامانه اللي انا سايبها معاكم؟ اسم الزفت الكافيه ده ايه؟ وعرف رحيم اسم الكافيه وجري بسرعه على هناك. وصل رحيم الكافيه في دقايق، اتصل بمامته عشان يعرف هم قاعدين فين. في الوقت ده رزان كانت بتكلم مامتها عشان تعرف هي فين، وكانت بتجري. وفجأة وبدون مقدمات خبطوا في بعض، واتحقق اللي ليلى وصفاء كانوا عايزينه. وطبعا صفاء وليلى كانوا بيراقبوهم من بعيد. رزان بصريخ رحيم بصدمة. رزان. رفعت رزان وشها وهي بتتمنى انها تكدب ودنها. اول ما شافت رحيم حاولت تبلع ريقها بصعوبة وهي مركزة عينيها مع عينيه، لفراق دام لأيام وشهور وسنين. بتعملي ايه هنا؟ رزان بجمود. وانت مالك؟ شوف انت جاي ليه، وانا هروح اشوف انا جاية ليه. مش دي الإجابة اللي أنا عايزها. جاية هنا ليه يا رزان؟ هجاوب عليك نفس الإجابة يا رحيم، لأني ما عنديش غيرها ببساطة. وانت مالك؟ عنادك وحش، وانت كبريائك أوحش. بتعملي كده ليه؟ نفس السبب اللي انت بتعمل عشانه كده. هنتكلم بالألغاز كده كتير؟ مفيش بينا كلام يا رحيم باشا، مفيش بينا غير الألغاز. رزان احنا لازم نتكلم ويبقى في بينا كلام، مش هنفضل على الحال ده كده كتير. حال ايه يا رحيم؟ انت بعت واتجوزت وما حسيتش بيا في كل مرة كنت بشوفك فيها مع فاطمة؟ ما حسيتش انا بيبقى شعوري ايه؟ امشي يا رحيم امشي، انا مش ليك. مسك ايديها وقال بهمس، ولو قلتلك اني محتاج وجودك. غمضت عينيها وقالت، هقولك كنت فين لما انا كنت محتاجاك، عشان اما تبقى محتاجني تلاقيني. الدنيا خد وهات، مش هات وبس يا رحيم. انا مش هسيبك بالساهل كده، مش هتكون دي نهاية قصتنا يا رزان، لسه قصتنا محتاجة شرح. طب سيبني ارجوك، انا ماما تعبانة وعايزة اشوفها. رحيم بخبث، انا جاي معاكي. مش قبل ما تقولي كنت جاي ليه؟ ماما بتقول ان آسر تاه. رزان بخضة، يا لهوي يا برودك يا شيخ، وساكت وواقف معايا؟ انت بارد، روح شوف آسر وانا هشوف ماما وهاجي ادور عليه معاكم، اجري. رحيم وهو حاطط ايده في جيبه، آسر كويس وما فيهوش حاجة. امال ليه طنط صفاء هتقولك كده؟ لا ما هو انا لما شفتك فهمت. انا مش فاهمة حاجة يا رحيم. مش لازم تفهمي، تعالي نشوف مامتك اللي انا متأكد انها كويسة. وفعلا رنت رزان على مامتها وراحت لها. ماما انتي كويسة؟ الحقيني يا رزان، السكر عالي ومش قادرة. هو مش كانت ضغطي يا ماما؟ ها؟ ما هو السكر والضغط وكل الأمراض المزمنة جاتلي. صفاء قالت وانا كنت هنا فشفتها وقعدت جنبها. وفين آسر؟ ما هو اكيد يعني آسر مش هيكون تايه وانتي قاعدة كده يا امي، صح؟ ها؟ لا ما هو مريم لقيته وبتلعبوا في الكيدز اريا. كيدز اريا؟ قلتيلي.
انا كده فهمت. دي لعبة عشان انا ورحيم نتقابل، مش كده؟ على فكرة خطتكم بايخة جدا، واللي بتحلموا بيه مستحيل يحصل. هيحصل يا رزان، هيحصل برضاكي او غصب عنك. قربت رزان من رحيم وبصت في عيونه وقالت: على جثتي يا رحيم اني ارجع رزان اللي كنت تعرفها. ووجهت كلامها لليلى وصفاء: شكرا ليكم لمحاولة اصلاح شيء عمره ما هيتصلح، يا ريت توفروا وقتكم. رحيم بحدة: رزان مش كده، كل حاجة بالتفاهم. التفاهم عندك منعدم، انا مش عايزة يا رحيم، افهم. صفاء بزعل: خلاص يا رزان يا بنتي، إيه اللي يريحك؟ انا راجع الشركة، ورايا لسه شغل، خلوا بالكم من آسر يا ماما. وفعلا مشي رحيم بغضب تحت نظرات رزان المتسلطة عليه بحزن وتنهيدة شوق. مشيت رزان بعد رحيم زي التايهة اللي مش عارفة طريق بيتها. بدأت الدنيا تليل وابتدى الجو يبرد، وبدأت الدنيا تمطر بخفة. ولقت رزان راجل عجوز قاعد على الأرض في عز التلج. فرحت له: حضرتك قاعد كده ليه في البرد ده؟ مش حاسس بالبرد يا بنتي، بالعكس حاسس بالحر بسبب نار قلبي اللي قايده. انحنت رزان لمستواه: ليه بس كده؟ الكل باعني، اولادي ومراتي خدوا كل ما املك وباعوني، ما بقاش ليا حد. غلط، حضرتك ليك ربنا الاقوى من اي حد، اطلب منه المساعده وربنا مش هيخيب املك والله. ونعم بالله، عندك حق. طيب حضرتك ممكن تقوم، هحجز لك في فندق يومين كده على ما اشوف لك شقة محترمة تقعد فيها. وايه اللي يجبرك يا بنتي؟ هقولك نصيحة، لان شكلك طيبة وبنت ناس، ما تثقيش في حد بالسرعة دي. المظاهر خداعة والكلام بيخدع. ما تصدقيش اللي يقولك بحبك، ما تصدقيش اللي يقولك انا غلبان. صدقي بس التصرفات، لان اللي بيحبك بجد هيبان من تصرفاته وافعاله مش من كلامه، وكذلك الفقير. وعلى العموم يا بنتي شكرا لمساعدتك، بس انا مش هعرف اقبلها. المفروض المساعدة تيجي من عيالي مش منك. طيب عيالك اسمهم ايه او شغالين فين؟ هما 2، ولد وبنت. البنت اسمها سندس، دكتورة في مستشفى الحياة، والولد اسمه مجدي، مهندس في شركة رحيم المنياوي، رجل الأعمال المشهور. هساعدك، أنا هجيب لك عيالك، عن إذنك يا راجل يا طيب. ومشيت رزان على بيتها، لأن الوقت كان اتأخر والساعة كانت 9 بالليل. كنتي فين يا رزان كل ده؟ ماما حصل حوار كده وانا جعانه نوم بجد، هدخل انام والصباح رباح، الصبح هحكيلك كل حاجه. يلا تصبحي على خير. رزان انا عايزاكي انت يا بت. ربنا يهديكي يا رزان. عند رحيم اللي وصل الفيلا كان الكل نايم، فطلع اوضه آسر. ايسو انت صاحي؟ تعالى نام معايا واحكيلي قصه. من عيوني. قام رحيم جنب آسر وبدأ يحكي له قصص لحد ما آسر نام. وبعد شوية راح رحيم في النوم هو كمان. تاني يوم الصبح الساعة 7 صحيت رزان بكل نشاط وحيوية. ليلى وهي بتبص لرزان اللي خارجة من الأوضة بكل نشاط وحيوية: رايحة فين يا هانم الصبح بدري كده؟ رزان بابتسامة: رايحة لرحيم. ليلى بفرحة وهي بتقوم من على الكنبة: يا فرج الله، أخيرا ربنا نور بصيرتك. رحيم ده ابن ناس وشريكي والله يا رزان، ربنا يهديكي يا بنت بطني يا حتة من قلبي. ايه يا امي، حيلك حيلك، رايحه له في حوار شغل ملوش علاقه بحياتنا الشخصيه اصلا. روحي يا مفعوصه يا خايبه. رزان بخبث: هو مش كنت بنت بطنك وحته من قلبك من شويه؟ كنتي، انما دلوقتي لا. طيب يا امي انا ماشيه عن اذنك. في فيلا رحيم على سفره الفطار نزل رحيم ومعاه آسر. صباح الخير يا صفصف، صباح الخير يا مريومه. صباح الخير يا حبيبي. ايه يا مريم، من ساعة موت فاطمة الله يرحمها وانا شايف حياتنا واقفة. آسر مش بيروح المدرسة وانتي مش بتنزلي الجامعة. انا قلت بس ندي نفسنا وقت يعني عشان نهدى ونتأقلم على الوضع. يا مريم انا المدرسة وحشتني وصحابي وانا فاتني حاجات كتير. يا واد يا مفعوص انت لسه صغير، عندك 4 سنين. لا انا كبير على فكرة. صفاء بضحكة: خلاص انت كبير على فكرة. طيب عن إذنكم، أنا رايح الشركة ورايا حاجات كتير لازم أخلصها، لأني احتمال أسافر فرنسا بعد أسبوعين كده، عندي شغل كتير هناك. وانت يا مريم ترجعي كليتك وآسر يرجع مدرسته. تمام يا حبيبي إن شاء الله. مشي رحيم ودخل شركته
ودخل مكتبه وقعد عليه، واتفاجئ بدخول السكرتيرة عليه. رحيم بيه، عمران باشا العزايزي عايز حضرتك ضروري، هو تقريبا موجود من بدري جدا جدا. اوف، دخليه يا سما. بالفعل دخل عمران على رحيم بكل هبة. رحيم ببرود: خير، عايز ايه يا عمران يا عزايزي؟ بص يا رحيم، انا بقالي في المجال اكتر من 20 سنة، ما كنتش بتعامل مع اي حد وخلاص، كنت بتعامل مع ناس كبار، ناس ثقة. جيت انت وابهرتني بذكائك وقوتك، لكن انك تفرض ذكائك ده عليا فده امر مرفوض تماما. فين البضاعة يا رحيم؟ انا طالب بضاعة باكتر من 20 مليون ولازم اسلمها. طلبك مرفوض، انا ما عنديش بضاعة، انت الوحيد اللي هتقدر تجيب لي الكمية المطلوبة. المفروض اسلم الحاجات دي لناس من بره مصر، وده يكون في خلال اسبوع من دلوقتي. انت عارف دول مين وممكن يعملوا فيا وفيك ايه؟ للأسف انا استقلت وزهقت من العك بتاعكم ده. اعتبر دي اخر مهمة ليك وبعدها استقيل. كده هزعل واجيب ناس تزعل. انت مش هتفرض سيطرتك عليا وتقولي اعمل ايه وما اعملش ايه. وفجأة رزان دخلت وهي بتقول: رحيم، انا كنت عاوزة هو انا جيت في وقت مش مناسب؟ ايه اللي جابك يا رزان دلوقتي؟ اوه، مش تعرفنا يا رحيم على القمر؟ نعم، انا عمران العزايزي، رجل اعمال 40 سنة. اهلا، انا رزان محمود، 25 سنة. رحيم وهو بيمسك ايد رزان وبيخبيها وراه: ايه يا عمران، مش شايف انك طولت قوي؟ عمران بغيظ: خليني اقعد مع القمر شوية يا رحيم. رحيم بغضب: عمران، رزان تبقى مراتي، اتفضل بقى عن اذنك. عمران بخبث: لينا قاعدة تاني يا ابن المنياوي. خرج عمران من مكتب رحيم. رحيم وهو بيبص لرزان: ايه اللي جابك دلوقتي؟ سنين بتحايل عليكي تيجي، ويوم ما تيجي والوغد ده قاعد. وانا ايش عرفني ان معاك حد؟ انا طلعت ما لقيتش حد، ودخلت لقيت السكرتيرة مش قاعدة. كنتي عايزة ايه؟ وانا هعوز منك ايه يعني؟ رحيم بنفاس صبر: امال جاية ليه طالما مش عاوزة حاجة؟ انا بس كنت عايزة اتكلم مع المهندس مجدي. نعم يا روح ليلى. رزان وهي بتستخبى ورا المكتب: سيرة امي ما تجيش على لسانك يا ابن صفاء. رحيم بضحكة وهو ناسي كل اللي بيزعجه: طب اطلعي يا رزان يا هبلة. مش هتضربني؟ مش هضربك. طيب مش هتشتمني؟ مش هشتمك. رزان وهي بتطلع من تحت المكتب: كنت عايزة مجدي عشان احنن قلبه على ابوه. يرضيك يرمي ابوه في الشارع في السن ده وفي التلج ده بعد ما كبره وخلاه مهندس؟ رحيم بغضب: ازاي الكلام ده وانتي عرفتي منين؟ صدفة، والله صدفة. امبارح لما مشيت من الكافيه فضلت ماشية في الشوارع لغاية ما قابلت بابا في الشارع، عرضت عليه المساعدة لكن رفض. طب تعالي نروح سوا عند مجدي ده يا هانم. يلا. وفعلا راح رحيم ومعاه رزان لمجدي. بدون اي مقدمات: يا باشمهندس مجدي، انا رزان محمود، قابلت باباك امبارح في الشارع وكان حاله يصعب على الكافر. ازاي حضرتك واختك سايبينه كده؟ بعد ما علمكم وكبركم المفروض تشيلوا جميله فوق دماغكم، مش تسيبوه في الشارع. ربنا امر ببر الوالدين، ربنا مش هيرزقك طول ما انت بتعصى والديك. كده حرام بجد. لو باباك حصل له حاجة هتقول ولا يوم من ايامه. جبت قساوة القلب دي منين؟ مجدي بحزن: انا مكسوف من حضرتك. ما تتكسفش مني انا، اتكسف من ربنا اللي غضبان عليك ومن باباك. تخيل كده احساس ابوك، تخيل ان الدنيا دوارة واللي بتعمله في ابوك هيعمله فيك اولادك. داين تدان، ولو بعد حين روح صلح غلطك، توب واعتذر وحط ابوك جوه عينيك. والله انا ندمان وعايزه اصلح غلطي. تعال نروح لاختك وبعدها نروح لابوك، يلا بينا. وقالت لرحيم: رحيم، انت هتيجي معايا صح؟ مش هتسيبني لوحدي مش كده؟ ولا انت مش فاضي؟ لو مش فاضي افضلك يا عسلية قلبي، يلا بينا. ومشي رحيم ورزان ومعاهم مجدي ووصلوا مستشفى الحياة، وسألوا على سندس اللي طبعا اتأثرت بكلام رزان اللي كان كله حكم ومواعظ. بعدها راحوا اشتروا ورد وحاجات حلوة لباباهم وراحوا عند باباهم. رزان وهي بتنزل لمستواه: عامل ايه يا حاج؟ الحمد لله يا بنتي، انا جايبالك هدية هتعجبك قوي. وقرب مجدي وهو ماسك سندس من ابوهم وحضنوه جامد هما الاتنين. مش عارف اقولك ايه يا بنتي،
ربنا يرزقك ويوفقك ويجمعك مع ابن الحلال اللي يصونك. فرحتي قلبي والله. دي حاجة بسيطة يا حاج، تبقى تطمني عليك، ده رقمي، لو احتجت حاجة أنا موجودة. وأخد مجدي وسندس باباهم بعد ما ربنا نور بصيرتهم. أنا مبسوطة قوي بجد إني قدرت أعمل حاجة تفرحه، الحمد لله. انتي بتساعدي الكل وبترقفي بيهم، مش ناوية تساعديني أنا كمان وترقفي بيا؟ رزان بحزن: انت اللي وصلتنا لكده يا رحيم. فجأة تحول حبيبي الخطيب أقرب واحدة ليا، بنت عمي. أنا كنت بموت في اليوم 1000 مرة لكونك مش جنبي. ليه عملت كده؟ ليه بعتني؟ أنا مش لاقية مبرر أحطه ليك، أنت كسرتني أنا وقلبي يا رحيم. يا رزان صدقيني انتي فاهمة غلط. فاطمة جاتلي وقالت لي إنك مش عاوزاني، وسمعتني ريكوردات وقالت لي قد إيه هي بتحبني. لقيت فيها حاجات مش موجودة فيكي، المسؤولية، الاهتمام. أنا غلطت إني حبيتها، بس يا رزان في أحاسيس ما حسيتهاش إلا معاكي، أحاسيس خاصة بيكي انتي وبس. أنا بحبك يا رزان، ارحمي قلبي واديني فرصة أعوضك كل المرار اللي شفناه. انتي تعبتي وأنا كمان تعبت، بس انت خلصت عليها يا رحيم. والله أنا ما خلصتش عليها، طلعوا علينا ناس خلصوا عليها. حاولت أدافع عنها بس كانوا كتير، وده بسبب طبيعة شغلي، فالكل افتكر إن أنا اللي خلصت عليها بسبب حالتي النفسية وترديدي المستمر، إن أنا اللي خلصت عليها، وبسبب إن في آخر أيامنا كان في مشاكل ما بينا، بس مش أنا اللي خلصت عليها. رزان بصدمة: أنا عايزة أروح يا رحيم، أنا مش هقدر أكمل أكتر من كده، حتى العيادة مش هروحها. رزان اديني فرصة. رزان بحب: حاضر. وصل رحيم رزان لبيتها ومشي رجع لشركته. دخلت رزان البيت عند ليلى. مالك يا ماما؟ شكلك تعبانة. مش قادرة اخد نفسي يا رزان. احنا لازم نروح للدكتور عشان نشوف هنعمل العملية امتى. يا بنتي هتجيبي الفلوس منين بس؟ مالكيش دعوة يا امي، انا هتصرف، ان شاء الله هتكوني بخير. ان شاء الله. قعدت رزان جنب مامتها لحد ما حست انها بقت كويسة. انا هدخل انام شوية يا ماما، وانا هنزل السوق اشتري طلبات البيت. لا خليكي، انتي تعبانة. لا انا بقيت احسن، يلا يا حبيبتي. وفعلا نزلت ليلى تشتري الطلبات ودخلت رزان تنام. في مكان تاني في فيلا كبيرة كان قاعد عمران وحاطط رجل على رجل. انا لازم الوي دراع رحيم عشان يصدر لنا المخد، غير كده عمره ما هيوافق. جاسم اخو عمران: وهتعمل ايه يا عمران؟ هقرص ودنه بس في البداية، وبعدها يا قاتل يا مقتول. في فيلا صفاء: ما تيجي نعزم ليلى ورزان على الغدا يا مريم؟ فكرة حلوة يا ماما. طيب هروح اكلم ليلى. عند رزان صحيت من النوم على صوت رنة تليفونها. قالوا يا طنط عاملة ايه؟ الحمد لله. امال فين ليلى؟ بتصل بيها مغلق. هي في السوق، تلاقيها شبكة. طيب ما تيجوا تتغدوا معايا. طيب هقول لماما وتقولك يا طنط. فجأة سمعت رزان صوت خبط كتير على الباب. يا ستير يا رب، في ايه؟ مالك يا رزان؟ مش عارفة، صوت خبط على الباب، هروح اشوف في ايه. طيب شوفي وانا معاكي على الموبايل. ماشي. وراحت رزان فتحت الباب وسمعت صوت سويت الجيران. مامتك وقعت من طولها ووديناها الوحدة الصحية. يا لهوي يا لهوي، وحدة ايه؟ ماما مالها وايه اللي حصل؟ امك كانت بتشتري مني خضار، فجأة لقيناها وقعت من طولها وولاد الحلال ودوها الوحدة. انتوا موديتوا امي الوحدة؟ اوعوا كده. وجريت رزان وهي بتصرخ على السلم. صفاء كانت لسه على التليفون. في ايه يا رزان؟ الحقيني يا طنط، امي وقعت من طولها، بالله عليكي ساعديني. هي فين يا بنتي؟ في الوحدة الصحية، لكن انا هنقلها مستشفى كبيرة. طيب سلام، هتصل برحيم. وراحت رزان الوحدة واتصلت صفاء برحيم، واتحرك رحيم عشان يروح لها. كانت صفاء ومريم وآسر وصلوا قبل رحيم. أخد رحيم ليلى وركبها معاه العربية هي ورزان. أنا خايفة يا رحيم. ما تخافيش يا قلب رحيم، إن شاء الله خير. وصلوا المستشفى ولقوا صفاء ومريم وآسر في انتظارهم. كشفوا الدكاترة على ليلى وبلغوهم إنها لازم تعمل عملية في القلب. عدى 6 ساعات، كانت زي السيف اللي بينسل لحم رزان بدون رحمة. قلبها كان وجعها،
كانت عايشة في خوف ورهبة، لكن رحيم كان بيخفف عليها. خرج الدكتور وعلى وشه علامات الحزن. البقاء لله وحده، المريضة توفت، ما قدرناش نلحقها. يا لهوي يا لهوي، ازاي؟ لا انتوا مجدبين، دي كانت لسه معايا، دي كانت لسه بتقولي يا مفعوصة بالله عليك مش هعرف اعيش. قولي انك بتهزر، قولي انها كويسة. لا. اهدي يا رزان، اهدي يا حبيبتي. صفاء بعياط: ربنا يرحمك يا ليلى يا حبيبتي، يا ست الستات يا أطيب خلق الله. عدى اليوم اللي كان من أصعب الأيام اللي عدت على رزان. ما كانتش بتعمل حاجة غير إنها بتعيط وتصرخ. خلص رحيم تصاريح الدفن وما سابش رزان لحظة، وخلصوا العزا. بعد العزا في شقة رزان: دي كانت لسه بتقولي حبيبتي، كانت نازلة تجيب أكل، ما كنتش أعرف إن دي آخر مرة أشوفها. والله لو كنت أعرف ما كنتش سبتها تنزل، كنت شبعت منها. استهدي بالله كده يا رزان، وحدي الله. لا إله إلا الله يا طنط صفاء. مريم قالت: هي أكيد في مكان أحسن إن شاء الله. يلا يا رزان قومي عشان نروح الفيلا. أنا مش هسيب هنا، مش هسيب المكان اللي فيه ريحتها. يا بنتي مش هينفع تقعدي لوحدك كده وانتي بالحالة دي، تعالي اقعدي معانا. وبعد مناهدات راحت رزان مع صفاء ومريم ورحيم الفيلا. طلعت أوضة من الأوض ونامت من كتر التعب والإرهاق. عدى أسبوع، رحيم كان مركز في شغله ومريم نزلت جامعتها، أما آسر فبدأ يروح المدرسة. أما رزان فكانت بتساعدهم في شغل البيت وأحيانا بتروح العيادة، لكن كان جواها جزء مطفي محدش هيقدر ينوره. وفي يوم كانوا كلهم متجمعين على السفرة بعد ما رجعوا من أشغالهم. عاملة إيه يا رزان؟ الحمد لله بقيت أحسن. وإنتي يا أستاذة مريم؟ الحمد لله يا رحيم، كله فل الفل. الحمد لله. تيجوا نخرج نغير جو بدل الكآبة اللي احنا عايشين فيها دي؟ جود ايديا يا رحيم، وأنا موافق. رزان قالت: ماشي مفيش مشكلة، نروح الملاهي. أيوة نروح الملاهي، هيه. وفعلا جهزوا كلهم وراحوا الملاهي، وكانت رزان ومريم وآسر بيركبوا الألعاب وفرحانين ومبسوطين. أما رحيم فكان بيراقبهم بفرحة هو وصفاء. نزلت رزان من اللعبة وهي ماسكة إيد آسر: رحيم تعالى نجيب غزل بنات. رزان قالت: وأنا عايزة آيس كريم. ومريم قالت: وأنا عايزة شوكولاتة. أنا حاسس إني خارج مع أطفال، يلا بينا. وفعلا أخد رحيم رزان ومريم وآسر عشان يجيب لهم اللي هم عايزينه. رجعوا كلهم قعدوا على الترابيزة مع صفاء ما عدا رزان اللي كانت بتشتري دبدوب. كان رحيم مراقب حركات رزان اللي كان حاسس إن فرحتها بهتانة، جواها حاجة مفتقدة مامتها لكنها بتحاول تتعايش. كانت رزان جاية عليهم، لكن فجأة وقفها صوت طلقة اخترقت بطنها بقوة. وقعت رزان في الأرض ورحيم جري عليها: رزان! أما صفاء ومريم صرخوا وآسر انهار تماما. في المستشفى دخلت رزان العمليات تحت إصرار دخول رحيم معاها بعد ما شاف نظرات الحب في عيونه، والدكتور وافق بعد ما شاف نظرات الحب في عيونه. في أوضة العمليات كانت رزان نايمة لا حول ليها ولا قوة، والدكتور وفريق الممرضات كانوا بيحاولوا يطلعوا الطلقة منها. كان رحيم واقف عند راسها مرعوب وخايف عليها. رزان، رزان حبيبتي قومي، في حاجات كتير ما عملناهاش سوا لسه، في حاجات ما اتقالتش، حاجات لسه ما حسيناهاش. قومي عشاني، انا محتاج وجودك جنبي، مش مستعد اخسرك تاني. الدكتور قال لرحيم: اهدى يا استاذ رحيم، الجرح مش عميق، الرصاصة في بطنها، ان شاء الله خير. ان شاء الله يا رب. عدت ساعات وخلصت العملية ونقلوا رزان للعناية المركزة عشان تكون تحت الملاحظة 24 ساعة. كان رحيم هيتجنن، مش عارف ممكن مين اللي يكون عمل كده وليه. فضل رحيم مستني على باب أوضة العناية المركزة كنوع من أنواع الحراسة ليها. أما صفاء ومريم ومعاهم آسر فروحوا بناء على رغبة رحيم. كان رحيم حاسس إنه قليل الحيلة، مش عارف يتصرف إزاي ولا يعمل حاجة. وأخيرا عدت 24 ساعة بسلام. دخل رحيم أوضة رزان بهدوء وهو بيحاول يتمالك نفسه. قعد على الكرسي جنب السرير وقال لها بهمس: رزان حبيبتي، انتي كويسة؟ طيب انتي سامعيني؟ أرجوكي ردي عليا، طمنيني عليكي. رزان بتعب: رحيم
انا تعبانة قوي ومش قادرة. معلش يا قلب رحيم، ان شاء الله هتكوني احسن. خليك جنبي ارجوك، ارجوك يا رحيم، اسمح لي استمد قوتي بقربك. حس رحيم بالفرحة لانها لجأت له في عز تعبها. انا عمري ما هتخلى عنك يا ريزو، اتأكدي من ده. هديت رزان واطمنت ورجعت تنام تاني. في مكان تاني في أمريكا في فيلا كبيرة، عمران كان بيقول لماركوس الشحنة هتكون عندك في أسرع وقت ممكن. أوه عمران، أكره الانتظار، بيضيع وقتي. أنا لن أنتظر يوما آخر، تأكد من ذلك. عمران بقلق: ووفر لي أسبوع واحد بس يا ماركوس، أرجوك. إن لم تكن البضاعة أمامي خلال أسبوع سوف أقتل ابنتك، لا أعصر قلبك حزنا على فراقها. أرجوك ماركوس، انصرف عمران. مشي عمران بيأس وخوف على بنته وركب طيارته عشان يرجع لأرض الوطن. عند رحيم في المستشفى اتفاجئ بدخول الممرضة وهي ماسكة بوكيه ورد. الورد ده جه لحضرتك. أخد رحيم الورد وفتح الجواب اللي في البوكيه. رحيم باشا، هنبكيك بدل الدموع دم على حبيبة قلبك رزان. رحيم بغضب: يا ويلك مني يا عمران، يانا ينت. بدأت رزان تتأوه: آه آه رحيم، مالك واقف كده ليه؟ رزان، انت هتطلعي من هنا وهنتجوز في أسرع وقت. بس أنا مفيش وقت للتبرير أو الرفض. أنا مش مستعدة استغنى عنك يا رزان، حياتك في خطر، افهميني. رزان بخوف وتعب: أنا مش فاهمة حاجة يا رحيم. رحيم وهو بيبوس ايديها عشان يطمنها: رزان حبيبتي، انا خايف عليكي مش اكتر، صدقيني. انا مش هأذيكي، مش هقبل اصلا اي اذى يمسك، ده الافضل لينا عشان نعيش في استقرار. رزان بابتسامة وتنهيدة حارة غنية بالمشاعر: انا واثقة فيك يا رحيم. باس رحيم راس رزان بحب. في الوقت ده دخلت مريم ومعاها آسر. اوبا، وانا بقول صحة رزان اتحسنت ليه، الاقيها باستها العافية. بطلي لماضة يا بت، عيون البت، اصلي والله آسر قرفني، عايز رحيم، فقلت نوديه لرحيم. بعد ما عدى يومين اتحسنت فيهم صحة رزان وخرجت من المستشفى. تاني يوم كتبوا الكتاب وسط فرحة رزان ورحيم، واخد رحيم رزان وصفاء ومريم وآسر وكريم وسافروا فرنسا عشان رحيم كان عنده شغل وكمان يفسح رزان. في فرنسا في مطعم فاخر جدا كان قاعد رحيم ورزان وبس. يلا يا ريزو، هتاكلي ايه؟ بص، انا عندي فكرة هايلة، انا عايز اكل من كل نوع حاجة بسيطة بحيث اكون دقت اكل المطعم الفاخر ده كله. فكرة حلوة صح يا رحيمو؟ قال عمران اللي ظهر فجأة: فكرة رائعة، اتفق معاكي. اتخضت رزان من تدخل عمران في الكلام فجأة، فمسك رحيم ايديها عشان يطمنها: ايه يا ريزو، خفتي كده ليه؟ هو انا بعض مثلا؟ رحيم بغضب: عايز ايه يا عمران؟ هو ازاي جيت هنا؟ قعد عمران على الترابيزة ببرود: عايزك على انفراد، مش هينفع اتكلم قدام القطة لحسن يجرالها حاجة من اللي هتسمعه. اما بقى بالنسبة لجيت ازاي، فسهل عليا اعرف رحيم باشا مكانه فين واسافر وراه، مش محتاجة يعني. اتصل رحيم بكريم وهو موجه نظره على عمران بغضب: كريم، تعالى خد رزان روحها. لكن رزان كانت رافضة تروح لأنها خايفة على رحيم من عمران. روحي يا رزان مع كريم وما تقلقيش عليا. وفعلا سمعت رزان الكلام ومشيت مع كريم. ادينا بقينا لوحدنا، هات اللي عندك. ماركوس عايز البضاعة يا رحيم، انا المفروض كنت هشتري منك انت البضاعة، هديك تمنها، والبضاعة اللي هاخدها منك هديها لماركوس وهاخد تمنها منه. لكن حضرتك بوظت كل خططي لمجرد انك تبت. ماركوس مش هيسكت يا رحيم، وانا ما عنديش بضاعة ليك يا عمران. هديك 50 مليون يا رحيم، ولو هتديني فلوس الدنيا كلها يا عمران برضو ما عنديش بضاعة. عمران وهو بيجز على اسنانه: ماركوس هيقتل بنتي يا رحيم، ما انت حاولت تلو دراعي وضربت نار على مراتي، فاكرني ممكن اخاف واكش واتغاضى عن كده؟ عمران بندم: مراتك بقت كويسة الحمد لله، لكن انا بنتي لو وقعت تحت ايدين ماركوس مش هيسكت. ارجوك يا رحيم، ارجوك. رحيم بكبرياء وهو بيقوم يقف: سوري عمراني، طلبك مش عندي، او بمعنى اصح طلبك مرفوض. ومشي رحيم وهو سايب عمران هيتجنن مش عارف يعمل ايه.
دخل رحيم الفيلا الصغيرة اللي كانوا قاعدين فيها في فرنسا. ريزو يا ريزو. مريم قالت هي تقريبا فوق بتلعب مع آسر. ماشي يا مريومة. وطلع رحيم عند روزان، لقاها قاعدة مستنياه وقلقانة عليه جدا. أما آسر فكان نايم. رحيم طمني عملتي ايه ومين ده؟ رحيم عشان يهرب من أسئلة روزان عشان ما تقلقش عليه أكتر. الصبح يا روزان، الصباح رباح، عشان كمان آسر نايم وما يصحاش من صوتنا. تاني يوم الصبح اتجمعوا كلهم على السفرة. أنا رايح الشركة أنا وكريم، خلوا بالكم من بعض وبلاش خروج إلا لما أجي، وأوعدكم لما أجي هفسحكم في أماكن خرافية. صفاء قالت ماشي يا حبيبي ربنا معاك، خلي بالك من نفسك يا رحيمو. رحيم باس ايد امه وباس راس مراته وخرج مع كريم. راحوا الشركة عند عمران في اوضته في فندق في فرنسا. كان قاعد مع الحارس الشخصي الخاص بيه ماجد. باقي يومين بس عشان اسلم البضاعة لماركوس. انا بجد مش عارف اعمل ايه مع رحيم. انا هقولك يا باشا تعمل ايه. عند رزان في الفيلا كانت قاعدة زهقانة. ما تيجي يا مريم نتمشى شوية في شوارع فرنسا بدل الملل ده بجد. يا بنتي بلاش عشان رحيم ما يزعلش، هو زمانه جاي. طيب انا هطلع انام شوية. ماشي يا حبيبتي. تعالى يا ياسر لما افرجك على كرتون تحفة هيعجبك. كرتون ايه؟ الله، انتي مش كنتي هتنامي من شوية؟ لا نوم ايه بقى، يلا نتفرج. وقعدوا يتفرجوا على الكرتون، وبعد وقت سمعوا صوت عربيات كتير. وقفوا بخضة، ورزان شالت آسر وجريت بيه عشان تتصل برحيم. وفجأة دخل رجالة كتير البيت، ضربوا صفاء على دماغها ووقعت مغمى عليها. أما مريم فجريت وواحد منهم جري وراها وبرضه ضرب مريم على راسها ووقعت على الأرض. أما رزان فاستخبت في الحمام واتصلت برحيم. رحيم الحقنا، في رجالة هجموا علينا في الفيلا. انت كويسة يا رزان؟ ماما ومريم وآسر فين؟ معرفش آسر هو اللي معايا يا رحيم. وفجأة اتفتح باب الحمام ودخلوا رجالة أخدوا آسر من رزان. سيبوه ما تاخدوهوش. لكن واحد منهم ضربها على راسها ووقع منها التليفون. رزان يا رزان ردي عليا طمنيني ايه اللي بيحصل عندك. جري رحيم من المكتب بسرعة وجري وراه كريم، ووصلوا الفيلا في أقل من 5 دقايق. دخل رحيم جري لقى صفاء مرمية على الأرض ومريم راسها بتنزف. كريم خد مريم وماما على المستشفى لحد ما اشوف رزان وآسر فين. صفاء لما شافت مريم بتنزف يا لهوي مريم يا قلبي يا ضنايا. أخد كريم مريم وصفاء على المستشفى. أما رحيم فقعد يدور في الفيلا لحد ما دخل الحمام ولقى تليفون رزان واقع في الأرض. عرف إنهم خطفوها. طلع يفرغ كاميرات المراقبة وشافهم وهم خارجين برزان وآسر. اتصل رحيم على عمران وكلمه بغضب. عايز ايه من مراتي وابني يا عمران؟ مش عاوز حاجة، عايز البضاعة وبس يا رحيم. وديني وما اعبد يا عمران ما هسكتلك، ومفيش بضاعة هتجيلك. يبقى مفيش مراتك وابنك يا رحيم. ليه كده يا عمران؟ خلاص يا رحيم، باقي اقل من يومين. لو ما سلمتش البضاعة ماركوس هيقتل بنتي، ومش بعيد يقتلني انا كمان. رحيم وهو بيجز على اسنانه بغضب. طز فيك وفي بنتك يا عمران، وانا مش هشارك في المهزلة دي. قفل رحيم التليفون واتصل بكريم. انتوا في انهي مستشفى يا كريم؟ قال له كريم على مكان المستشفى، وراح لهم رحيم بسرعة. لقى مريم نايمة على السرير، كانت واخدة غرزتين وصفاء كانت جنبها. اما كريم فكان واقف عند الشباك. مريم بتعب. في ايه يا رحيم؟ طمنا، امال رزان وآسر فين؟ اتخطفوا يا مريم. يا مصيبتي، هو هتعمل ايه؟ مش عارف، انا هتجنن. عدى اليوم ورحيم قلقان وكان بيتصل بعمران، لكن عمران ما كانش بيرد عليه. تاني يوم الصبح خرجوا كلهم من المستشفى ووصلوا الفيلا. ما كانش حد فيهم نام، الكل كان قاعد قلقان. فجأة رن تليفون رحيم ورد بسرعة. الو، ايوه يا عمران، المفروض بكرة اسلم البضاعة لماركوس. دورك بقى انك تسلمني البضاعة النهاردة، وده مقابل اني اسلمك عيلتك الصغيرة. موافق يا عمران، موافق. عمران بفرحة. الساعة 6 المغرب هنتقابل في المخزن بتاعي، هبقى ابعتلك اللوكيشن. وقفل عمران مع رحيم تحت صدمة كريم. اما مريم وصفاء فما كانوش فاهمين حاجة. انت بجد هتسلم البضاعة يا رحيم؟ انت بتهزر صح؟ لا مش بهزر يا كريم. رزان وآسر ولا اني اسلمها واللي يحصل يحصل؟ لا يا رحيم، انا مش هسيبك ترمي نفسك في التهلكة دي، دول ناس ما بترحمش.
أنا عندي فكرة ممكن تنقذنا كلنا. الساعة 6 في مخزن عمران كان مستني رحيم على أحر من الجمر، وكان معاه رزان وآسر اللي كانوا مفحومين من العياط. دخل رحيم ومعاه كريم برجالة كتيرة جدا. فين البضاعة يا رحيم؟ جاية حالا يا عمران. وفي أقل من ثواني اقتحم البوليس المكان كله. يا واطي يا خسيس، ماشي يا رحيم، أنا هوريك مين هو عمران العزيزي. وقبضت الحكومة على عمران ورجالته، وأخد رحيم رزان وآسر ومشيوا من المكان. مش قادرة يا رحيم، أنا كنت عايشة في رعب. مين دول؟ أنا خايفة عليك رحيم، أنا مش هقدر أعيش من غيرك بعد ما لقيتك. ما تخافيش يا ريزو، كله هيبقى تمام. وأخد رحيم رزان وآسر وكريم ورجعوا الفيلا بعد يوم شاق جدا. عند ماركوس يعني عمران اتسجن. قم بالتخلص من ابنته على الفور لنرى ماذا سيفعل وكيف تنتهي تلك الليلة الدنيئة. فعلا اتخلصوا من أسيل بنت عمران. وصل الخبر لعمران في السجن، وبقت حالته النفسية سيئة جدا واتنقل لمستشفى، وهناك قدر ماجد يهربه. عدى شهر وصحيت رزان بحماس. لبست فستان احمر طويل جدا وفردت شعرها وحطت ميك اب، لان النهارده تم على جوازهم شهر. رحيمو قوم بقى يا رحيمو. يا رزان عايزه ايه بقى؟ قوم بقى، ده النهارده يوم عالمي. ليه؟ النهارده عدى على جوازنا شهر. امال لو عدى سنه كنت عملتي ايه؟ بطل رخامه يا رحيم بقى، وقوم لان مريم وصفصف خرجوا يعملوا شوبينج، لان البيت ناقصه حاجات كتير جدا. هي الساعه كام؟ 4 العصر. يا خبر، أنا نمت كل ده؟ تخيل. قوم بقى. وفعلا قام رحيم لبس بدلة شيك وزينوا الجنينة وبدأوا يشوا مشويات. رحيم تعالى، عايزة أوريك حاجة في أوضتنا. وفعلا طلع رحيم مع رزان الأوضة واديته رزان علبة. خد، جبتلك هدية تحفة. الله، الساعة شكلها تحفة قوي، ربنا يخليكي ليا وما يحرمنيش منك أبدا. صحيح، فكرتيني بحاجة كده. طلع رحيم علبة قطيفة حمراء وكان فيها عقد ألماظ. العقد ده أنا جايبه من ساعة كتب كتابنا وأنا هموت واديهولك، بس الأحداث اللي حصلت لهتني ونستني، وهو جه ميعاده. يا حبيبي يا رحيمو. وعدى وقت ما بينهم وهم في حب وفرحة، لكن الفرحة ما دامتش كتير. فجأة وبدون أي مقدمات وهم قاعدين في الأوضة شموا ريحة حريقة. فتح رحيم الباب عشان يشوف الريحة دي جاية منين. لقى النار مالية الفيلا كلها. في ايه يا رحيم؟ ايه ده؟ انا كنت متوقع. عمران يستحيل كان يسكت يا رزان. قبل اي حاجة عايزك تعرفي اني ما حبيتش غيرك. انت الوحيدة اللي ملكتي قلبي، انت الوحيدة اللي كنت مستعدة اضحي باي حاجة عشان تفضلي معايا. بجد انا ما حبيتش غيرك ابدا يا ريزو. رحيم احنا هنطلع من هنا، دي محنة وهنطلع منها زي ما طلعنا من محن كتير جدا. رحيم في حاجات لسه ما عملناهاش سوا. باس راسها وشالها وغطاها بغطا وبدأ يطلع بيها من الأوضة، وكان بيحاول يتجنب النار ومشي بيها لحد ما سمع صوت وراه زي الأفعى. مش هتخرج انت ومراتك حي يا رحيم، هقتلكم زي ما قتلت بنتي. انا ما قتلتش حد يا عمران، روح انتقم من ماركوس مش مني. سيبني، انا عندي ابن عايز اربيه. بعينك يا رحيم. وبدأ عمران يضرب رحيم بغضب، ورزان كانت بتصرخ وتستغيث بأي حد. مسك رحيم وعمران في بعض. جري رحيم واخد رزان ورماها بره الفيلا، لكن عمران شد رحيم لجوه واترموا هما الاتنين جوه النار. رحيم لا يا رحيم، ما تسيبنيش دلوقتي. كانت صفاء ومريم وآسر وصلوا وشافوا كل اللي حصل، لكن صفاء في عز ما هي منهارة منعت رزان انها تدخل الفيلا. شفتي يا طنط، انا فقدت امي وجوزي، ازاي رحيم سابني؟ عدى 2 سنين وكانت رزان واقفة قدام قبر رحيم. عمري ما هنساكي يا رحيم، بحبك، هعيش على ذكراك العمر كله. واستلمت رزان إدارة الشركات كلها. وفي يوم رجعت الفيلا لقت آسر وياسين وولادها بيجروا عليها، إنها اكتشفت إنها حامل بعد موت رحيم، وخلفت ولد وسمته ياسين. كرست حياتها كلها لولادها، وفضلت عايشة مع صفاء ومريم اللي اتجوزت كريم. وبكده خلصت قصتنا. كان نفسي رحيم يفضل عايش ويكمل مع رزان، لكن للأسف بسبب إنه مشي في طريق غلط وقع نفسه في مشكلة هددت حياته. أما رزان فحب رحيم كان بيكبر في قلبها يوم عن التاني، وفضلت إنها تعيش على ذكراه وبس. كبرت الشركات وربت ولاده أحسن تربية، ياسين وآسر.
وشكر خاص للكاتبة المبدعة ملك أدري. كانت معاكم سناء سيد. لو وصلتم معانا لحد هنا ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسوش اللايك والشير وتعليق حلو منكم بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم.